اللهم في رابع يوم من رمضان نسألك قوة على الصيام وثباتا في الطاعة ودعاء تسمعه وتجيبه. اللهم احفظ قلوبنا من الغفلة وألسنتنا من الخطأ وأعمالنا مما لا يرضيك. اللهم اجعل هذا اليوم خيرا لنا وقربا منك، ولا تحرمنا حلاوة الطاعة في هذه الأيام المباركة. اللهم في هذا اليوم اجعل للصيام أثرا في أخلاقنا، وللذكر نورا في قلوبنا، وللدعاء صدقا نرفعه إليك. ورد والفل والياسمين، صباح الفل عليكم. كل سنة وانتم طيبين يا رب، ودايما كده متنيين ومتجمعين، ويقعدها علينا وعليكم الأيام بخير. بصوا بقى فطار النهاردة، انا هعمل حشو شوية الخضار الحلوين دول، وهنعمل فطار لذيذ مع بعض وفي نفس الوقت سريع. هنشوف كده. انا هحطه في الفرن عشان يتشوى، عشان نكمل مع بعض فطارنا. تمام، هلفه كويس بفويل تاني واشويه وارجع اكمل باقي الفطار معاكم ونشوف هنعمل ايه النهارده. هنا بقى معايا لغايه ما الخضار يتشوى، معايا كوبايتين دقيق، عليهم معلقه كبيره من الخميره، واحط عليهم معلقه سكر، وهعجنهم بشويه ميه دافيه. بصوا بقى، عجنت كوبايتين دقيق اهم، وهسيبهم على جنب يخمروا لغايه ما الخضار بتاعي يجهز. انا هنا جهزت معايا نص مفروم، بصلتين كبار مبشورين، وملح وفلفل وتوابل كفته. هظبطهم كده ونستنى الخضار اللي بيتشوى عشان نعمل الكفته الجميله بالخضار بتاعتنا دي. اكله تركيه بس بتطلع جميله جدا. شكل الخضار معايا اما اتشوى، هبدا اقشره دلوقتي واقطعه بالسكينه. ومعايا الكفته صبعتها وجاهزه. بصوا بقى العجين بتاعي ما شاء الله، بس لسه مش هنحتاجه دلوقتي، هنحط الكفته الاول. وهنا عملت صلصه للمكرونه، سلقت مكرونه سباكيتي. ده هيكون الفطار بتاعنا، وخليكم معانا عشان نشوف الجمال في الاخر. فتحتها، اديني قشرت الخضار بعد ما شويته. وبصوا بقى هقطعه بالسكينه عشان خاطر ما يتحرقش. انا عايزاه قطع كده. طبعا البتنجان يفضل يكون البتنجان الكوبي، لان انا حطيت الموجود عندي عشان ما عنديش بتنجان كوبي. تمام. بصل مشوي اهو، والفلفل واحط له بقى شويه زيت زيتون وملح وفلفل وبابريكا، واحطه بقى في الصينيه من تحت، ونرص عليه الكفته بتاعتنا. حطيت لها التوابل وشويه زيت زيتون وبابريكا مدخنه كده. البهارات بتاعتي قطعتها حلو قوي، وهبدا احطها في الصينيه بتاعتي. ارفعي يا ماما الكاميرا شويه، روبان اللي بتصورني. ارفعي الكاميرا شويه. قولهم كل سنه وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين. شطورة وكبرت وبتساعدني وبتصورني. ريحتها جميلة من قبل ما نحط كمان فيها الكفتة. عارفين انا بستنى رمضان عشان الصوم وبنتجمع كلنا، يعني رمضان بيجمعنا، شبه ما بيقولوا المثل، شبه ما بيقول المثل. يا شيخ. والله رمضان بيجمعنا يا ماما، بيجيب اللمة وكل حاجة. يلا يا ليلى، هاتي عليا وانا برص الكفتة كده. نرص الكفتة في الصينية. بحاول على قد ما اقدر ما بينش كمك ده. ما يبان كمي، هنعمل له ايه؟ معرفش ولا حاجة. هنحط كده اهو الكفتة بتاعتنا، نحطها في الفرن عشان تتشرب معانا. نرجع لكم ثواني توفى. احنا عايزين نخليها تاخد كل الكمية اللي عندنا.
هنرجع لكم بعد ما نسويها. استني يا دوب ما انا مش هقفل، انا بقول المقبلة دي بس. يا شيخ. ايوه روبان صممت انها تصورني. هنرجع لكم. بصوا بقى احنا معانا الكفته بتاعتنا هندخلها في الفرن اهو، تمام، وتستوي وتاخد وش على الشوايه ان شاء الله، وهنرجع تاني. انا فردت العجين بقى، فردت عجينتين ماشي، والكفته وشها احمر، ومحضره معايا بيضايه وحته مستردة، تمام، وفلفل ورشه ملح خفيفه. في الكفته بتاعتنا اخبارها ايه؟ بصوا بقى وشها احمر ما شاء الله. هنطلعها ونبدا نحط العجين عليها. وادي الكفته بتاعتنا بعد ما خدت وش تحمير ما شاء الله. بصوا بقى الجمال. هبدا احط العجين عليها. بصوا بقى كده دهنتها وهنزلها على الشوايه. والله العظيم فعلا غلطه الشاطر بألف. بصوا بقى انا حطيتها ونسيتها، بعمل حاجه تانية ونسيتها. بصوا الجمال اللي انا عملته ما شاء الله، اخرة التعب حرقته. قلت والله لا هنزل لكم الفيديو برضه، بس ده ما يمنعش ان احنا برضه هنشوفها. هي الكفته طالعه جميله، العيش اللي من فوق بس اللي اتحرق وهيتاكل برضه. بصوا بقى الجمال، بصوا الحلاوه، بصوا تحفه تحفه تحفه. حطيتها والله ونسيت خالص، ما انتبهتش ليها يعني، مش عارفه سهيتي ازاي، الصيام بقى وعمايله. بصوا جميله ما شاء الله. المغرب اذن يا جماعه على فكره، يعني انا اتاخرت على ولادي في الفطار، عايزه اطلع وادوق والله. سلام ماما. بصوا بقى ناخد بقى كفتايه كده ونطلع من الخضار اللي تحت ده، نحط كده اهو ماما. طبعا والله المغرب اذن فاحنا هناكل دلوقتي. بصوا بقى الجمال. يا ماما اديني حته يا ماما، روفان عايزه تدوق. استني سخنه جدا يا روفان. حتة يا ماما. حاضر يا ريان. استني طعمها ايه؟ طعمها ايه؟ طعمها ايه؟ في التحفة. تحفه. دوقي اخوك عشان سخنه مولعه، خدي بالك. بصوا بقى، بس نعتذر عن بشاعة هذا المنظر. هنشيل الحتة دي وهناكل الباقي على فكرة، ولا حاجة مش هنسيبه، وده هيتاكل تمام. صحة وهنا على قلبكم، واستنونا في فيديو جديد، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وكومنت جميل منكم. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونروح نفطر بقى عشان موتنا من الجوع.